في إسقاط بنعمله على حياتنا بآية من القرآن، ألا وهي وما ربك بظلام للعبيد. أحيانا الإسقاط ده بيتعمل على مواقف غير صحيحة، فبالتالي أنا إيماني ما بيكونش قوي، إيماني بيكون متزعزع، بيكون في شيء من عدم الاتزان. فأنا مثلا الإسقاط اللي هو دايما مشهور إن أنا مقارنة حالي بحال الآخرين. فأنا بنبدأ في المقارنة حاجة مشهورة جدا بنقولها كلنا من ساعة ما كنا أطفال، ألا وهي إن أنا أبدأ أقول إن أنا مثلا ممكن حد يكون غني ومش واخد كل حاجة، بمعنى ان هو مثلا ممكن يكون مرتاح ماديا وما عندوش اولاد، او ممكن الشخص ده يكون مرتاح ماديا لكنه مريض. تمام كده، في حين ان انا مثلا ممكن راجل فقير وبالتالي انا مثلا ما عنديش مرض، فكده المعادلة موزونة، اللي هو ما ربك بظلام للعبيد. انت لو حسبت حسبة ده هتلاقيها تساوي حسبة ده. ده الصوت العالي اللي بيتكلم، الصوت العالي اللي بيقول لك اوعى تعترض على قضاء ربنا، اوعى آه تفكر بطريقة ان ربنا ظلمك. كده كده ده بياخد كد ده، فبالتالي محدش مظلوم، وما ربك بظلام للعبيد. ده الصوت العالي ما عنديش اي مشكلة فيه، الصوت العالي اللي بيتكلم، الصوت العالي اللي خايفك تكون، اللي بيقول لك انت لو ما امنتش بكده هتبقى مش مؤمن، هتكون حد مش كويس، هتكون حد معترض على قضاء ربنا. في صوت تاني داخلي خفي، صوت كده، صوت واطي، بيبدأ يقول لك ايه، على فكرة تعرف فلان وكده كده انت عارفه وعارف ظروفه كويس، الشخص ده غني مرتاح ماديا، عنده اولاد، صحته كويسة، ملتزم بالعبادة، بيحفظ قرآن، ممكن متزوج زوجة جميلة. ف يعني بتلاقي شخص عنده الحاجات دي فعلا. ممكن تلاقي شخص تاني الشخص ده فقير، ممكن مش ملتزم بالصلاة. ممكن تلاقي الشخص ده مثلا ما عندوش أولاد، ممكن تلاقيه ظروفه مش كويسة خالص. فبالتالي انت بتبدأ تقول طب ما هل ده مظلوم؟ ما هو فعلا الصوت الداخلي بيقول لك كده، بيقول لك ان ممكن على الأقل واحد بس في العالم ظروفه كلها وحشة، وواحد بس على مستوى العالم، مثلا واحد بس في العالم كله ظروفه كلها كويسة في الدنيا. هل ممكن نلاقي حد كده؟ اه بالظبط، ممكن الاقي حد، وكمان كتير، مش واحد ولا اتنين وتلاتة. فالصوت الخفي ده بيخلي ايمانك متزعزع. وعلى فكرة هو الاسقاط اللي احنا عملناه بتاع الآية وما ربك بظلام للعبيد اسقاط ليس صحيح. انا عملت اسقاط على الحاجات بتاعت الدنيا، فبالتالي الاسقاط مش مظبوط. احنا مؤمنين بغيب، في غيبيات احنا المفروض نكون مؤمنين بيها. فانا لما ببدا احسب الحسبه بتاعتي، ابدا احسب انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، وفلان عنده كذا وكذا وكذا وكذا، فتبص للكفتين تلاقيهم مش متزنين اطلاقا. لكن انا دلوقتي في حاجه الشيخ الشعراوي اتكلم فيها، الا وهي الغيب. ان انا مثلا بعمل معادلة معينة أو بحسب حسبة معينة، تمام. الحسبة دي ممكن أنا عندي 2 زائد 2 دول رقمين هيساوي 4، تمام، اللي هو رقم واحد. تمام كده. ممكن نعمل اسقاط على حاجة في حياتنا، مثلا إن أنا بحسب 2 كيلو طماطم ب2 كيلو طماطم هيبقى 4، بيساوي عندي مثلا دول ب10 جنيه. طب أنا لو قلت 2 كيلو طماطم زائد 2 كيلو طماطم زائد كيس أسود، كيس أسود ده معرفش أنا في إيه، فالناتج هيكون إيه؟ هيكون ب10 جنيه زائد كيس اسود. انا ما اعرفش انا الكيس الاسود ده في ايه، انا ما اعرفش قيمته، فبالتالي انا مش عارف احدد نتيجه. فانا ممكن الكيس ده يكون في زباله مثلا، فبالتالي هيكون عندي حاجه ملهاش قيمه، وبالتالي انا املك 10 جنيه بس، او ناتج 10 جنيه بس. ممكن الكيس ده يكون في ذهب مثلا، فبالتالي انا النتيجه عندي هنا بتكون عاليه جدا. تمام كده. فانا الحسبه بتاعتي اللي انا حاسبها فيها مجهول، فبالتالي انا مش عارف الناتج كام، انا مش عارف الناتج كام عشان في مجهول. كذلك الامر في الظروف بتاعتنا في حياتنا، انا في حاجه مجهوله، في حاجه انا معرفهاش، الا وهي الغيب. انا ممكن فعلا يكون شخص فقير جدا، ممكن شخص بيمر بابتلاءات صعبه جدا، لكن الغيب بتاعه وهو الثواب اللي هو اصلا مش عارفه، ومش عارف الكم بتاعه عامل ازاي. فهو لو عرف المجهول الا وهو الغيب، هيبدا يلاقي الحسبه فعلا مظبوطه، فبيبدا ايمانه يكون قوي. الصوت العالي هيكون نفسه هو الصوت الواطي. ليه؟ لان انا عملت الاسقاط صح. فانا لو امنت بالغيب، تمام كده، ان انا يعني ربنا سبحانه وتعالى يخفي شيئا ما لي زائد الظروف بتاعتي، هلاقي لا، المعادله ابتدت تكون ايه، المعادله ابتدت تكون موزونه. عشان كده احنا لما بنعمل اسقاطات، لو عاملين اسقاط غلط على حاجه معينه، بالتالي مش بنحصل على نتائج مرضيه للي احنا للظروف اللي احنا بنمر بيها، فبالتالي ايماننا بيكون ضعيف للاسف. نفس النظام لما واحد يقول لبنته
النقاب بيخليكي جميلة جدا، وبالنقاب احلى من ان انت تكوني بشعرك. طبعا الصوت العالي بيقول لها ايه، الصوت العالي اللي الناس كلها بتقوله ان فعلا انا بالنقاب هكون جميلة، لكن بشعري مش هكون جميلة. لكن في صوت تاني من جوه بيقول لها ايه، لا طبعا انت بشعرك احلى. على فكرة هو في الواقع الواحدة بشعرها بتكون أحلى من الحجاب أكيد، يعني ده من الزينة بتاعت النساء إنها تكون واحدة طالعة شعرها. فبالتالي أنا في صوت جوايا بيقول لي لا أنت طالع شعرك بيكون شكلك أجمل، لكن الصوت العالي بيقول لي إيه، بيقول لي لا الحجاب بيخليكي أجمل. فبالتالي إحنا حاسبين الحسبة غلط. لكن إحنا لو قلنا لبناتنا إن إحنا الحجاب بيقلل من جمالنا شوية، واحنا بنعمل كده علشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنثاب على حاجة زي كده، فبالتالي بنتنازل عن شيء يقلل الجمال بتاعنا عشان خاطر ثواب كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى، الى جانب ان انا مثلا ممكن اخلي نفسي جميل، او يعني اخلي وجهي مشرق بحاجات معينه انا اعملها، زي ان انا اصلي ركعتين قيام، ان انا اقول الاذكار، ان انا اقرا قران. الحاجات دي بتزيد الوجه جمالا وبتخليه مشرق، وفيه قبول. فبالتالي انا لما يعني يعني ابدا اقول حقائق، فبالتالي الحقائق دي بتكون مصدقه. لكن انا اقول يعني ابدا اقول كلام غير منطقي، فبالتالي حرفيا انا بيكون في صوت جوايا مش مؤمن باللي بيتقال، فبالتالي انا مش هكون مؤمن بيه ايمان كامل، هيكون ايمان متزعزع، لان اللي انت بتقوله لي اصلا نظريا هو غلط. تمام. فيعني حفت الجنة بالمكاره. فأنا مثلا لبس الحجاب بالنسبة لي، بالنسبة لبنت مثلا لما تتكلم عن نفسها، لبس الحجاب بالنسبة لي ممكن هيقلل من جمالي شوية، فبالتالي هو شيء مكروه بالنسبة لي. لكن أنا لو طلع شعري لا، ده حاجة بتخليني جميلة، تمام كده. فأنا بتنازل عن شيء من الجمال علشان إيه؟ حفت الجنة بالمكاره. إحنا بنعمل حاجات إحنا بنغصب على نفسنا ونعملها علشان نروح مكان كويس ألا وهو الجنة. آه، فاحنا دايما لما بنحسب الحسبة غلط بتلاقي في صوت بيقول حاجة وصوت تاني بيقول حاجة، فبالتالي عمر ايماننا ما هيكون ايمان قوي، هيكون متزعزع، لان احنا بنسمي الامور بغير مسمياتها، او بنبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل اصلا.